الاهلي بيخسر من صن داونز في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، نهايه مستحقه رئيس مجلس اداره، نهايه مستحقه لجهاز فني فاشل، نهايه مستحقه للاعيبه علوق وجيل شبع، نهايه مستحقه للمنظومه كلها الا جمهور الاهلي. حرام عليكم نخسر بسيناريو زي ده. الدقيقه 90 دي باسم النادي الاهلي وهتفضل باسم النادي الاهلي. مفيش روح، مفيش لعيبه في الملعب عايزه تعمل حاجه. ما تقوليش مدير فني بس. تعال شوف بيراميدز 3-2 في الدقيقه 92 دلوقتي. بيراميدز اللي اول مره يوصل في سيمي فاينال وهيبقى اول مره يوصل فاينال، ومش بعيد يبقى اول مره ياخد البطوله. من اول فاينال لعيبه رجاله، عيال عايزه تعمل حاجه، فريق نفسه يقدم حاجه، فريق ما عندوش جمهور، فريق ما عندوش شخصيه بطل بس عنده رجاله في الملعب، عنده عيال عايزه تعمل حاجه. النادي الاهلي سكواده الاقوى في افريقيا، اقوى سكواد للاهلي في افريقيا، ومفيش مدرب، مفيش مجلس اداره. عيب لما تبقى اسطورتي كابتن محمود الخطيب وشاف المستوى المتدني ده للفرقه ولسه مكمل مع المدير الفني. لازم يخسرك دوري، لازم يخسرك افريقيا. ما بتتعلمش يا كابتن، ما بتتعلمش يا كابتن. يا كابتن انت خسران بطولتين دوري بسبب عنادك على المدربين ده، خسران بطولتين سوبر افريقي بسبب نفس المستوى ونفس العناد ده. ما بنتعلمش ليه؟ ليه ما بنتعلمش؟ ليه تحرقوا دم الناس؟ ليه تتعبوا الناس؟ هو مش بالسكواد وبن شرقي انت ليه؟ انا عايز مدير فني. عارف يعني ايه مدير فني؟ مدير فني اللي مستبعد لي معلول، مدير فني اللي مقعد بن شرقي والشحات وقفشه والسوليه جنبه على الدكه، مدير فني اللي بيلعب لي على ارضه بخمس مدافعين. من امتى الاهلي بينزل يدافع؟ من امتى النادي الاهلي بينزل يدافع بس؟ من امتى؟ لا اسلوب لعبنا ولا طريقتنا ولا انت عمرك كنت النادي الاهلي مهما كان الفريق اللي قدامك ده انت بتنزل على ارضك بتفرض شخصيتك وبتفرض اسلوبك. هو ده النادي الاهلي وهو ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. ليه بتلعب لي بأم 5 و3 في نص الملعب؟ ليه؟ احمد رضا مختفي تماما، اسحبه وارجع قفشه العب بيه 8 وانزل بن شرقي وانزل قفشه، انزل السوليه، انزل اي حد بيعرف يمسك كوره في نص الملعب. انا في وقت ما انت بتحافظ على الجول جميل، هو انت هتحافظ بالدفاع بس؟ انت دلوقتي خلاص قطعت الكوره. انا بعد ما اقطع ميتين الكوره وظيفتي ايه؟ تطفيش، تشليت، اديها للمنافس اقول له ابدا عليا هجمه، وده اللي حصل. لبست جول بمنتهى العشوائيه من اسوأ مدافع النهارده في النادي الاهلي هو ياسر ابراهيم. ليه العند؟ ليه العند يا كابتن محمود؟ مدرب فاشل خلاص، هشيل امه والجمهور كله في ظهرك. حط سامي قمصان يلعب الماتشين، حط اي حد يلعب الماتشين. كده كده هنخسرهم، حتى كده هتخسرهم. خلاص بقى يبقى اقل المدير الفني اللي مش هينفع معاه ده خلاص. لا طريقه لعب الاهلي ولا عنده فكر ولا عنده تكتيك، وتبديلات متاخره وبادئ بتشكيل غلط. بس برافو كله، برافو كابتن محمود، برافو مجلس اداره الاهلي. مش فارق معاكم الناس ولا فارق معاكم الجمهور والواد الخول العيل اللي هيطلع يقول لي اصل الكوره مكسب وخساره واحنا واخدين افريقيا، ولا ما بتدخلش اصلا تشوف الفيديو، ما تتفرجش، ما تعملش حاجه. مفيش منه الكلام ده. في منه انا الاحسن، انا الافضل، يبقى انا اكمل الاحسن والافضل واخد البطوله. انا احلى سكواد واعلى فريق في القاره، واصل لنص النهائي ومتعادل هناك 0-0 وكلنا زطنا وفرحنا وقلنا بلاش. واجي هنا اتلسع بسيناريو انا حاسس بيه، لان انا عمري ما حسيت بيه كاهلاوي ان في اخر دقيقه دي البس جول. يا ريت خسران من الاول، يعني يا ريت صن داونز نزل فرض شخصيته فشخني في الملعب، دب التاني في التالت وكسبني. ده اهون عندي، ده اهون من ان انا قاعد كده على اعصابي مش مستحمل ويلبس جون بالطريقه انا مش قادر اتخيلها بسيناريو ولا اصعب على امور الاهلي. سلام.